أي الركلة الدائرية من وضعية الشاتو ووضعية القدم اللي شرحناها بالفيديوهات السابقة. وهذه الملاحظات تستطيع الركل بالقدم اليسرى أو القدم اليمنى، المتقدمة أو المتأخرة. يعني الركل بالقدم المتقدمة تكون أسرع. الركل بالقدم المتأخرة دائما تكون أبطأ لكن أقوى. وهاي أبتيو ايش تريدون استعملوا حسب تمرينكم، حسب لياقتكم. الراوند كيك حركة بسيطة وإن شاء الله تعجبكم. هي عبارة عن تقوم برفع ساقك إلى هذه الدرجة. مثلا الراوند كيك في اليمين، القدم المتأخرة، تقوم برفع ساقك إلى هذه المرحلة، ومن هنا سوف تقوم بالدائرة أو نصف دائرة. ترفع ساقك إلى هنا نصف دائرة. الآن شوية على السريع حتى تفهموها. هاي الراوند كيك. في بعض المقاتلين يقومون يعني بعض الحركات اللي تكون مثلا تشوفوها بالافلام. الراوند كيك هكذا يقوم يرجع وجهه مباشرة حتى تكون اسرع، حتى تفيده يرجع يركز عليه مرة ثانية. الآن الراوند كيك القدم المتقدمة. الراوند كيك بالقدم المتقدمة تكون أسهل وأسرع، ما راح تلوف رجلك نصف دورة مباشرة من هذه الوضعية اللي هي مثل ما شرحنا في الفيديو السابق عن المنكرين، وتقوم بالركض هكذا تقريبا نصف المسافة اللي ترفع القدم اليمنى هكذا. لا راح نطبقها على الكيس. ايضا هاي الحركه اللي تحت معي اللي هي على منطقه الفخذ، منطقه الفخذ الخارجيه والداخليه، وايضا البطن اللي هي الكلى والاعضاء والوجه. راح نقوم نشرحها من الوجه. وضعيه الشاتو، اليد المداخله، ترفع زين. بالقدم المتقدمة كذلك نفس الحالة، لكن نصف المسافة. تنتهي إلى قدمي قريبة على الخصم، نصف المسافة أسرع. نصف المسافة أسرع. سوف نسويها على الوضع حتى تشوفوها. نصف المسافة ترفع. مع التمرين سوف تزداد سرعتك، قوتك، وإن شاء الله مهارتك ومرونتك. الآن شوفوا القدم المتأخرة ايش قد تطول. ترفع ترفع وعندما تصل لا راحة. ممكن خصمك يصدها ويتجنبها بسهولة، لكن المتقدمة أسرع. الآن المناطق الثلاث للركلة الدائرية. واحدة تمام. انتبه على الوجه. اوكي. الآن بالقدم اليسرى أو بالقدم المتقدمة. واحد اثنان ثلاثة. إن شاء الله درس اليوم عجبكم. شكرا لمتابعيكم ولدعمكم.